بعد الطغاة يخص يديو العبرة من الوالدين ديالهم، لأن الوالدين ديالهم حتى هما كانوا طغاة وكانوا مجرمين وما كانوش كيصليو وما كانوش كيعملوا صالحات يديروا شي حاجة سميتها الخير والو سيفين. كذلك الولاد ديالهم حتى هما ما كيعرفوا لا خير لا والو. خصكم تديو شي شويه د العبره من الوالدين ديالكم، راه عذبهم الله تعالى عاد ما مشاو للاخره العذاب ديال المعقول. علاش كتحقروا على اليتامى؟ علاش كتسدوا عليهم الطريق؟ علاش كتكرفسوا عليهم؟ علاش كتشوفوا فيهم واحد الشوفه استهزائيه؟ زعما نتوما راه عندكم الفلوس وانا راه تنعرفكم، ديك الفلوس اللي عندكم راه كتجيبوها غير من الحرام. واش كاين شي واحد نتحدى فيكم شي واحد كيجيب شي فلوس ديال الحلال؟ يلا جاوبوني. نتوما راه مجرمين وانتوما ظلماء، والحساب ديالكم مع الله تعالى هو جهنم، الدرك الاسفل من النار. الله تعالى غيهزكم ويلحقكم في جهنم لان ما درتوش الخير وما تكلمتوش بواحد الاسلوب اللي هو زوين اللي كيفرح الناس كيفرح القلوب ديال الناس. نتكلم في هذاك بالعيب، نعاين هذاك نعاين هذاك، وانتم راكم شارفين ما تزوجتوا ما خدمتوا ما درتوا الخير ما درتوا حتى حاجه في الحياه، وكتكذبوا على الناس وكتعيشوا غير بالنصب والاحتيال. انتم شفره، انتم مجرمين، انتم راه عارفين راسكم. لا داعي لذكر الاسماء، حتى الا بغيتوا نسميكم انا راه ما عنديش مشكل، انا كنخاف من الله تعالى بوحده فقط. وعاش سيدنا العزيز سيدي محمد السادس وفدينا الحريره وما شاط لشي واحد ما يدير ليا، واللي في جهدو شي حاجه يديرها. انما لا ديالي راه كاينه مع العالم، واللي بغاني يعيط عليا نواجهه مباشره نقول له ودي انت راك منافق، الا كان منافق نقول له انت منافق ويدير اللي بغى. ما كنخاف انا حتى من واحد، من ربي الحبيب اللي زرع فيا الروح كطلع وتهبط، هو اللي رزقني، هو اللي عطاني الخيرات ديال الدنيا والدين. واش عطاني البشر؟ البشر عطاني العذاب، عطاني المحاي، البشر عطاني التكرفيس وكيعمر فمو بالدفال يدفل عليا ملي كنت فقير ما كنلبسش مزيان. دابا وليت كنلبس مزيان ولاو عنده الامكانيات، عندي الامكانيات عندي الفلوس وكيحزروني. ما عنديش الوقت لكم، انا ما كنحملش المنافقين ما كنحملوش. الاب ديالي نوض من القبور ونلقاه منافق نقول له بوج عليا خويا عليا. الواقع هو هذا، فمن لا يتحمل الواقع فليس له ضمير. صافي سيفيني في الدنيا الحريره.